هنتكلم نبدأ بولادة القمر في برج السرطان يوم 14 يوليو. القمر البدر هيبقى في الدلو. تأثيره ايه على برج العقرب؟ ولادة القمر في السرطان في الدرجة 21 في برج العقرب في بيتك التاسع أيها العقرب. بيولد الهلال في البيت التاسع وهو بيت السفر، بيت السفر البعيد والتعليم العالي، بيت الدراسات العليا والثقافات المختلفة، بيت القضايا القانونية، بيت الفلسفة والمعتقدات. وجود الهلال في برج السرطان المائي بينسجم بطبيعته مع برجك أيها العقرب، ولذلك بتفتح دورة جديدة مرتبطة بتوسيع الأفق والفهم، يعني هتوسع فهمك كمان، والخروج من دائرة الروتين اللي انت فيها واللي انت متعود عليها. فقد تبدأ خلال الفترة بالتفكير في دراسة جديدة أو دورة تدريبية أو مشروع يرتبط بالخارج أو السفر أو التعامل مع جهات بعيدة أو التعامل مع أشخاص أول مرة تتعرف عليهم من بيئة مختلفة غير بيئتك، مش لازم يبقى أجانب يعني. وجود الهلال بقى في منزلة الطرف أيها العقرب والتي ارتبطت تقليديا بالتأخير أو الحاجة إلى التدقيق قبل اتخاذ القرار، مفيش مشكلة، ما نبقى عاملين حسابنا ان احنا نفكر شوية نركز شوية علشان نسلم، مش عشان انتوا لما تسمعوا الكلام ده تغيبهم او تتضرم او يجيلكم. لا 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 لا، احنا بننصح عشان تسلموا. بيشير إلى أن بعض الخطط قد تحتاج إلى مراجعة إضافية قبل التنفيذ، وماله، قد تسمع أخبار مهمة أو وعودا كبيرة خلال النصف الأول من الشهر أيها العقرب، ولكن هنا بقى الفهم، هنا الثقافة، لكن ليس كل ما تسمعه يكون جاهز للتطبيق. شيري شكرا للتحية، شيري شكرا للتحية. كبسوا يا جماعة عشان لايف يعلى بعد إذنكم. مش لازم يبقى كله جاهز للتطبيق الفوري، علشان كده بقول لك تريث أيها العقرب. مطلوب خصوصا في الأمور القانونية التريث، مطلوب التريث في العقود، مطلوب التريث في خطط السفر. وكمان عطارد متراجع برضو في نفس البيت، وعطارد بيشتت الأفكار، وعطارد بيخلينا يعني تبقى الدنيا مضللة شوية. عطارد كوكب الفكر والتواصل والذكاء لما بيتراجع بيدينا عكس صفاته، فهو متراجع برضو في السرطان في نفس المكان اللي فيه الشمس واللي فيه ولادة القمر. فاحنا هنا عندنا لازم ناخد بالنا. بنصح الجميع باقتناء سبيكة زحل، سبيكة علمية محترمة. طيب، من ناحية أخرى البيت التاسع والأحجار الكريمة كمان لأنها مذكورة في القرآن ولها فعالية. البيت التاسع بيمثل أيضا رؤية مستقبلية، ولذلك ممكن إن احنا نعيد النظر في بعض القناعات أيها العقرب أو بعض الأهداف اللي انت كنت متمسك بها من فترة طويلة، لأن منزلة الطرفة بتعمل هنا كمرحلة فرز واختبار لما هو صالح للاستمرار وما يحتاج إلى قطعه أو بتره أو تعديله أو تطويره.